بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم. زي ما قلت لكم انا عملت 3 وصفات بجد من كيلو كبد وقوانص بس. يلا بسرعه نبدا ونشوف عملتهم ايه مع بعض. انا عندي الحله هنا جهزتها على النار، فيها ميه بتغلي. حطيت الملح والفلفل الاسود والورق اللورا وحبهان وطماطمايه وبصلايه. تعالوا بقى نشوف الكبد والقوانص. اهم حاجه تهتمي وتغسلي بيه وتغسليها كويس قوي يعني. عندك القلوب دي لازم تنضفيها كويس، اغسليها بالدقيق. والكبد والقوانص قصدي الاول ادعكيها جامد قوي بالدقيق. بس وانتي بتغسلي يعني الكبد كده بالراحه لانها هي ما بتستحملش. وتعالوا نشوف بقى. انا الميه غلت عندي، نزلت فيها الكبد والقوانص عشان تستلق، لان انا عايزه اسلقها لاني هعمل منها شوربه. هي الشوربه دي اللي هنستفاد بيها ونعرف نعمل عليها ال3 وصفات اللي انا قلت لكم عليها. هنسيبها بقى كده تغلي، اغطيها واسيبها تغلي حوالي مثلا 10 دقايق كده. عشان هطلعها مثلا ايه، نص سوا او ازيد مثلا شويه كده. بس ما تكونش مستويه تماما. اديها استلقت معايا اهي. وعندي البطاطس متقطعه شرايح، وبصل حلقات، وطماطم متقطعه حلقات، ومعايا قرن فلفل حامي، وعندي الطماطم المعصوره بس متصفيه من القشر كويس. و تعالوا بقى نبدأ نشوف بقى. جبت عندي صينية وجهزتها. وحطيت معلقتين سمنة. وبعد كده هي على فكرة طريقة سهلة قوي، أسهل صينية بطاطس. هنحط كل المكونات على بعضها، وبعد كده هتدخليها الفرن وتسيبيها بقى تاخد وقتها. يعني مفيش أسهل من كده، طريقة يعني سهلة. أسهل صينية بطاطس هتعمليها. وتغيير يعني، بدل ما بنعمل صينية البطاطس بالفراخ أو باللحمة، بالكبد والقوانص النهاردة معايا. حطيت بقى على معلقتين السمنه الكبار الطماطم المعصوره ومتصفيه. واحط برضو عليها البطاطس اللي مقطعاه شرايح. وبرضو كمان بقيه المكونات كلها، كلهم على بعض في صينيه واحده. البصل والكبد والطماطم الشرايح كلهم مع بعض في صينيه واحده. ادي الاول حاجه هو الكبد والقوانص، بعدين البصل الحلقات، والطماطم الشرايح بعدها، والقرن الفلفل الحامي اللي انا هحطه دوت. لو في حد مش بيحب الاكلات الحاره يعني مفيش مشكله. بس بما ان القناه بتاعتنا اسمها اكلات مصريه، فاكيد يعني اغلب المصريين بنحب الحاجات الحاره. بس مفيش مشكله، ومش عايزه بلاش، مفيش مشكله. هنقلبهم، وبعدين لازم نحط بقى شويه التوابل اللي في الاخر دول، هما بقى اللي بيودوا الطعم في حته تانية. بس اهم حاجه طبعا الملح. نحط شوية الملح كده الأول. وعندي كمان فلفل أسود وال... وحبة القرفة، حبة قرفة صغيرين. بس برضو القرفة دي على فكرة حلوة قوي. مع أي تتبيلة بتودي الأكل برضو في حتة تانية، بيبقى جميل جدا. وحطيت شوية برضو جوز الطيب صغيرين برضو. وهنقلبهم بقى مع بعض كده. وزي ما قلت لكم هما في صينية واحدة، وكأنها ني في ني يعني. بس والله في الاخر طعمها حلو، هتشوفيها كأنها ولا مسبكة زي ما تكون. والله احلى وصفة، مش هتبطلي تعمليها بعد كده. دي لكل محبي الكبد والقوانص. يعني كنت بعملها بالبصل كده والفلفل والثوم. تبقى مثلا زي الكبده الاسكندراني كده. فقلت المره دي اغير واعملها معاكم. انا حطيت مكعب المرقه. ودي طبعا بقى احنا معانا المرقه الاساسيه اللي احنا عملناها الشوربه يعني. عشان كده انا قلت لكم هنسلقها عشان نستفيد بالشوربه دي زي ما انتوا شفتوا. ورشيت شويه من البابريكا عشان تحلي اللون بتاعها. تشوفوا في الاخر ادي كده جهزت، هنحطها في الفرن. شوفوا بقى الوصفه التانية. هنعمل مع بعض الرز الحبه وحبه.
هنحط كده معلقتين كده من الزيت، وعليهم حتة زبدة بلدي. طبعا الرز بيبقى احلى بالزبدة البلدي. وغسلت الرز المصري العادي بتاعنا، وخدت شوية من الرز هحمرهم بقى لغاية ما لونهم يصفر ويبقى ذهبي. وبعد كده بعد ما يحمروا هنحط باقي الرز اللي عندنا. ادي اللون بقى جميل معايا. حطيت الرز الباقي وهقلبهم كويس، وبعد كده بقى نحط الشوربة. وادي مكعب مرقة هنسيبها بقى تستوي. ادي اهو بعد ما استوى، مفلفل على فكرة وجميل، والرز الحبة وحبة بيبقى له ريحة مميزة كده. تالت وصفة بقى شوفوا معايا. هعمل الملوخية الناشفة. حطيت الشوربة على النار، وادي مكعب مرقة، وهنزل بقى الملوخية الناشفة كده. هقلبها، وهحط برضو نص معلقة سكر بتحلي طعم الملوخية طبعا. ونعمل بقى الطشة نجهزها. حط معلقتين من السمنة، بس توصي بيهم يعني. الطشة دي لازم لها يعني سمنة كده كويسة. وحطيت الثوم المفروم، واستنى لغاية اما لونه كده، لون الثوم المفروم يبقى مقرب يعني، يبقى دهبي كده شوية. واحط نص معلقة كزبرة ناشفة. طبعا مفيش ملوخية من غير كزبرة ناشفة، حتى لو الملوخية الخضراء او الملوخية الناشفة يعني مش كتير. هي حتى لو شوية بسيط منها بتعمل ريحة جميلة وطعم جميل في الملوخية. اديها قربت تحمر معايا، اقلبها بسرعة. بس خلي بالك منها لا تكون ولا تغمق منك قوي، ولا انها تبقى نية خالص، يعني خليكي في الوسط. وخلي ايدك على طول كده تقلبيها وتبقي واقفة جنبها، ما تسيبهاش يعني وتمشي. ادي حطينا الطشة اهي استوت معانا على الملوخية. اقلبها. الريحة بقى جميلة طبعا، طشة الملوخية دي بتبقى جميلة جدا. طبعا الشوية اللي في الاخر دول مش هنسيبهم، دول احلى حاجة. حطيت عليهم معلقتين كده، واقلبهم كده مع بعض، ونرجعهم تاني في الحلة. سيبها بقى كده تغلي شوية. بس الملوخية يعني ما ينفعش تغلي قوي، يا دوبك بس. واقلبها كده وابقى واقفة جنبها. وادي كده الاكل جاهز معانا. ادي صينية البطاطس بالكبد والقوانص، جميلة على فكرة، جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. ادي الرز الحبة وحبة، والملوخية الناشفة، وثلاث وصفات زي ما قلت لكم من الكبد والقوانص. وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. كل سنة وانتم طيبين.